السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني في كل مكان، أهلًا بيكم وحشني كتير. العيد خلص ورمضان خلص وكل الأيام اللذيذة الحلوة بتعدّي بسرعة. هنبدأ بقى في الستة البيض، بدأنا إن شاء الله. النهارده إن شاء الله هاورّيكم تتبيلة للفراخ هايلة. هتعملوها هتخلّي الفراخ طعمها لذيذ جدًا وهتدوب دوب كده. الناس اللي مش بتعرف يعني دايمًا الفراخ تطلع مش مستوية وطعمها مش حلو، إن شاء الله بإذن الله يعني هتستفاد من الفيديو ده. يالّا نسمّي الله. أنا هنا معايا نُص كيلو طماطم، ضربتهم في الخلاط كويس أوي، وبعد كده نزلت بالصلصة، وبعد كده معايا ملح، فلفل أسمر، بابريكا، كاري، ربع معلقة شطة. آآ عايزين تحطّوا بهارات فراخ ما فيش أي مشكلة، بس أنا يعني حطّيت الكاري بدال البهارات الفراخ، ونزلت بمعلقة كزبرة ناشفة، ونزلت بمعلقتين توم. التوم بيدّي taste عالي أوي للفراخ، بيخلّي الفراخ طعمها لذيذ جدًا، وخصوصًا كمان الكزبرة ما تنسوهاش. تمام كده. جِبت بقى بصلة كبيرة أوي و يعني فرمتها في الكبة ونزلت بيها برضه، بتدّي taste عالي جدًا. ما تنسوش ولا حاجة. كل اللي أنا ضِفته في البولة حطّوه وبجد مش هتندموا. يعني الوصفة دي لذيذة جدًا. نزلت هنا زي بمعلقة خَل وعصرت ليمون. كل حاجة ضفتها في البولة تعلّي الtaste بتاع الفراخ، وهتدّي للفراخ نعومة كده، وهتخلّي الفراخ دايبة دوب. أنا نزلت هنا ب كوباية زبادي، وباقلّب كل اللي أنتم شايفينه ده، باقلّبه مع بعض جدًا. آمم في ناس ياما بتشتكي دايمًا إن الفراخ يعني بينقعوها من بالليل وبرضه ما بتبقاش يعني ما بتستويش. فصدقوني جرّبوا بس الوصفة ديّة ومش هتندموا. بس يا ريت يعني التتبيلة تقعد أكتر وقت ممكن. أنا باتبّل الفراخ عمومًا باتبّلها من بالليل. حطيت هنا زي معلقة عسل نحل. عسل نحل برضه هتودّي الفراخ في حتّة تانية خالص. جرّبوا، أي حاجة جرّبوها يا جماعة مش هتندموا. يعني إحنا عايشين نجرّب، والحاجة اللي بتعجبنا بنفضل يعني ثابتين عليها. الفراخ أنا جبتها وغسلتها ونقعتها. طبعًا أنا قُلت لكم كذا مرّة أنا باغسلها بإيه. نقعتها بمَيّة وحطيت في المَيّة ليمون كتير أوي، وبعد كده بعد ما غسلتها كويس وضبّطتها نقعتها في الدقيق، وبعد كدهوّة غسلتها كذا مرّة وبعدين صفّيتها. تمام كده. أنا هنا بقى باجيب الفرخة وباجيب من عند ضهرها كده، و ب يعني باحاول إن أنا أفتح ضهرها بالراحة بس لازم السكينة تكون حامية عشان إيه، يعني تفتح معاكم بسرعة. زي ما أنتم شايفين كده أنا فتحتها. أنا بقى القلب بتاع الفرخة من جوّه بعد غسلتها طبعًا، باجيب ليمونة. يعني أنا باحب الليمون، باعشق الليمون مع الفراخ بصراحة. يعني ناس ياما برضه بيقولوا دايمًا الفراخ بتطلع زفرة. اشتغلي بالليمون وأنتِ بتغسلي كده صدقيني يعني مش هتحسي بأي زفارة. وبلاش الخل في الغسيل، لإن الخل بيثبِّت الزفارة، فبلاش. يعني أنا الخل باحط الخل في التتبيلة، مش باغسل بيه الفراخ. تمام كده. بس الليمون مع الخل في التتبيلة هيسوّي لِك يعني هيدوّب لِك لحم الفرخة، وخصوصًا لمّا يعني تسيبيها في التلاجة ليلة كاملة. أي حد في العالم كُلّه هتسألي أي شيف هيقول لِك الفراخ لازم تقعد ليلة كاملة في التتبيلة علشان خاطر تدّي لِك الtaste المطلوب. تمام كده. لكن شغل بقى إن أنا أجيب الفراخ وأغسلها وعلى طول أشتغل بيها كده مش هتدّيكِ برضه اللي أنتِ عايزاه. حتى دايمًا المطاعم لمّا بييجوا أنتم بتشوفوا المطاعم لمّا بييجوا يشووا الفراخ في الشواية، ده بيبقى يعني ناقع الفراخ ليلة كاملة.
يوم كامل كده، وبعد كده بيبدأ ي يدخّلها في السياخ، وبيسيبها بقى تتشوى على نار هادية وكده يعني. تمام كده. أنا باجيب الفرخة بعد ما بافتحها بافتحها يعني من سلسلة الضهر، باجيب بقى باشرّطها كده علشان التتبيلة تدخل جواها كده وتدّيني الطعم اللي أنا عايزاه. تمام كده خلاص أنا ضبّطت الدنيا، وبعد كده بانزل التتبيلة اللي أنا عملتها الجميلة، وبافضل أقلّب كده، وبعد ما باقلّب الفراخ وأتأكد إن التتبيلة دخلت في كل الفراخ، طبعًا باغطّيها بالستريتش وبابيتها ليلة في التلاجة، وبعد كده باطلّعها وبادخّلها الفرن تتشوي بكل سهولة. أنا هنا باستخدم الزبدة مع الفراخ، تمام كده. الزبدة هتدّيني طعم لذيذ، وهتدّيني لمعان يعني في الشوي، هتخلّي الفراخ كده يعني ليها لمعة حلوة، وكمان الطعم هيبقى لذيذ جدًا. زي ما أنتم شايفين كده، لو مش عايزين تضيفوا الزبدة ما تضيفوهاش، أنا باقول لكم الحاجة اللي أنا باجرّبها، يعني باحب أنقل لكم الحدث، يعني أي شيء أنا باعمله الريحة خطيرة، خطيرة، خطيرة. أنا هنا عملت مكرونة بالبشاميل جنب منها، طبعًا أنا عملت المكرونة بالبشاميل كذا مرّة، ويعني أكيد أنتم عارفين الوصفة. زي ما أنتم شايفين كده، بُصّوا أخدت ساعة إلا ربع وهي والمكرونة، يعني ما كمّلتش ساعة. وزي ما أنتم شايفين كان الفطار النهارده لذيذ جدًا، أول يوم في الستة البيض. أنا طبعًا باصوم الستة البيض الأول، علشان طبعًا شوّال هو مش هيستناني. المهم خدت الأولاد ورُحنا بقى المعمورة عشان نتمتّع. هو الفيديو ده كان تقريبًا يوم السبت، كان من يومين كده. قُلنا قبل بقى المدارس وكده، فرُحنا اتمتّعنا، وكان يوم لذيذ جدًا في الملاهي. طبعًا عيالي متعوّدين أول ما يدخلوا المعمورة لازم اللعبة ديّة يبدأوا بيها، ما أعرفش ليه، يعني هُم غاويين كده، غاويين بهدلة. بس فعلًا، فعلًا اليوم كان لذيذ جدًا، وكُلّه استمتع، والأولاد كانوا مبسوطين جدًا باليوم، وبجد يعني كانوا سعدا جدًا. العيد فعلًا فرحة، بجد، بجد العيد فرحة، الناس كلّها مبسوطة، الناس كلّها يعني تحس إن الناس عندها اكتئاب كلّه ركب الألعاب. وهنا لوسي بقى عايزة غزل البنات، جميلة خالص. كانت يعني طول ما أنا ماشية بقى عايزة آكل، عايزة أشرب، عايزة آكل، عايزة الأولاد كلّهم كده، يعني مش عايزين حاجة غير ياكلوا ويشربوا، ياكلوا ويشربوا. فطول ما إحنا ماشيين بقى لقينا غزل بنات بنجيب، آيس كريم بنجيب، البطاطس دي حلوة. يعني كان في حد جوّه بيعملها، بيحمّرها كده بيحطها في العصاية بتاعة الشيش طاووق، وبيحط عليه بعد ما يقليها بيحط فيها الكاتشب والمايونيز كده، الصوصات الحلوة ديّة،